رئيس الحكومة وعلى غرار باقي المغاربة تتبع الخطاب الملكي، وكان خطاب مكاشفة صريحة فضحت أساليب خصوم وحدتنا الترابية لشراء ذمم من لا ضمائر لهم من موظفي بعض المنظمات لإعداد تقارير مغلوطة مقابل أموال من الخصوم الذين لم يتوانوا في تبديد أموال شعب شقيق ما أحوجه إليها. جلالة الملك بغى يشارك الشعب ديالو في الوعي باللي القضية ديال الصحراء ما فيهاش مشكل، فيها خصوم كيديروا مناورات، وأنهم أتعبونا بهذه المناورات ومن خلال يعني أشياء غير شريفة. وجلالة الملك أراد أن يقول للجميع اليوم أن المغرب يعني نظرا لانفتاحه على إفريقيا وعلاقته التاريخية بها، وكذلك يعني لدوره الأساسي في هذه الدولة التي كان مبادرا إلى تأسيس وحدتها الإفريقية، يعني لن يبالي بهذه المناورات. الخطاب الملكي أكد رفض المغرب أن تتخذ بعض المنظمات نتيجة تورط بعض موظفيها في الارتشاء تصرفات معزولة ذريعة للإساءة إلى صورته وتبخيس مكاسبه الحقوقية. أكد جلالة الملك، وهذه مسألة باينة، أن احترام حقوق الإنسان في المغرب، سواء تعلق الأمر بشماله أو تعلق الأمر بجنوبه، هو واحد العمل اللي كنعملوه حيت حنا مقتنعين به، وحيت على أساسه كتقوم الدولة ديالنا. حنا ما عندناش البترودولار وما تنقمعوش الناس مقابل الإسكات ديالهم بالمال. جلالة الملك أوضح في خطابه أن المغرب الذي تحول من بلد للعبور إلى بلد للإقامة للمهاجرين الأفارقة سيفتح ذراعيه لهم. تعمل جلالة الملك إشارة للمهاجرين باش يبين يعني التوجه ديال الدولة في يعني التوسعة على هؤلاء الإخوة الأفارقة الذين جاءت بهم ظروف العيش الصعبة، وأنهم في المغرب يعني بطبيعة الحال في إطار القانون سوف يلقون المعاملة التي تفرضها الحضارة المغربية. الخطاب الملكي تضمن خارطة طريق طموحة ومتكاملة لمواصلة النهوض بالأقاليم الصحراوية في مختلف المجالات وصولا إلى الهدف الأسمى، وهو تعزيز البعد الجيوستراتيجي لهذه الأقاليم كقطب جهوي للربط والمبادلات بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء.